أهلا بحضراتكم. أنا أشرف شندي، مشهور بفنان الرحاب. زي ما حضراتكم شايفين النهاردة، أنا برسم بألوان سوفت باستل. في الحقيقة النهاردة أنا حبيت أرسم قدام حضراتكم آه، المرحومة شيرين سيف النصر. في الحقيقة هي من الفنانات اللي أنا بحبها جدا. رسمتها وأنا قاعد في نادي الرحاب النهاردة، وفي الحقيقة أبهرني مجموعة من الشباب والأطفال، وهم حابين جدا يتفرجوا الرسم. علشان كده أنا دايما بدعو كل الفنانين إن احنا نرسم في الأماكن العامة علشان ننشر الفن ونحبب كل الأطفال والشباب وكل الناس والكبار في الفن التشكيلي. يا ريت كلنا نهتم وننزل نرسم في الأماكن العامة. صدقوني يا جماعة، الموضوع حلو جدا ومفيد جدا للشعب المصري. لو احنا كلنا أصبحنا نهتم بالفن، سواء بقى رسم، سواء مزيكا، سواء كل أنواع الفن. في الحقيقة هي حاجة ممتعة جدا، وبتبعد عن أي ستريس، وبتبعد عن أي مشاكل، وفعلا بتخلي البني آدم في مود حلو جدا. فيا ريت كلنا ننزل ونرسم بالشكل ده كده نستفاد ونفيد كل الناس. عايز اقول لحضراتكم، امبارح وانا قاعد في نادي الرحاب آه، لميت حوالين مني مجموعة من الأطفال وقعدوا يتفرجوا، كانوا سعداء جدا. كان في منهم اللي في إعدادي واللي في ثانوي واللي في الجامعة، وفعلا أسعدوني جدا وأنا قاعد برسم البورتريه اللي قدام حضراتكم. وإن شاء الله أنا هبذل كل جهدي إني يعني أرسم في أماكن متنوعة علشان أنشر الفن بين الناس اللي نفسها تدخل الفن وبتخاف. عايز أقول لحضراتكم دايما كلمة بتتقال لي: أنا بحب الرسم ولكن أنا مش عارف أبدأ إزاي وخايف أرسم، معرفش أرسم. لا، أنا بقول لكل الناس: امسك الورقة والقلم وابدأ ارسم. ارسم أي حاجة، هتلاقي الموضوع تطور معاك ووصلت اللي حضرتك عايزه. صدقوني يا جماعة، موضوع الرسم موضوع ممتع جدا جدا. يا ريت كلنا نعلم ولادنا الرسم، ويا ريت نهتم بالموضوع ده، لأن فعلا هيحطهم في مكان سوي ومكان مميز جدا. النهاردة أنا بنصح كل أب وكل أم ما نبخلش على أولادنا، نشتغل عليهم ونحطهم على أول الطريق. وموضوع الرسم يعني احنا مش كل حاجة غالية بالنسبة للألوان. ممكن نجيب في البدايات لأولادنا ألوان رخيصة، وممكن نبتدي حتى بقلم رصاص، وشوية شوية هتلاقي الموضوع بقى ممتع جدا. عايز أقول لحضراتكم إني أنا أحيانا بيجي بفوجئ بحد يقول لي: أنا نفسي أرسم وبابا مش عايز أو ماما مش عايزة. لا، ما ينفعش كده. إحنا لازم كلنا نهتم بولادنا، وفعلا يا جماعة الموضوع ممتع جدا. النهاردة بقى أنا بدعو كل الفنانين. لو كل فنان مننا تبنى واحد أو اتنين بالشكل ده كده هننشر الفن. ويا ريت نشجعهم وبلاش الطاقة السلبية اللي بعض الفنانين بتنقلها للشباب وبتنقلها للناس المبتدئين. دايما بقول لحضراتكم لازم كلنا نبدأ. وبدعو كمان كل الفنانين، بقول لهم يلا نروح نرسم في الأماكن العامة علشان ننشر الفن في كل أنحاء جمهورية مصر العربية. بالشكل ده كده هنلاقي ناس كتير فنانين. وفي نهاية لقائي
أنا باشكركم شكرًا جزيلًا، وباتمنى للجميع آآ السعادة والتوفيق، وتحياتي أشرف شندي الشهير بفنان الرحاب.